إله إلا الله محمد رسول الله. السائل الكريم أحمد العاني يقول: ما صحة أحاديث المهدي، وهل هي متواترة؟ وما حكم من قال لا تصح لأن الشيخين أعرضا عن تخريجها بالكلية؟ وجاء في ذلك جملة من الأحاديث في المهدي. جاء في حديث عبد الله بن عباس كما قد رواه الإمام أحمد من حديث أبي معبد عن عبد الله بن عباس أنه قال: إني لأرجو أن لا تمضي الليالي والأيام إلا ويبعث الله عز وجل رجلا مني. وهذا الحديث إسناده صحيح، قد صححه الإمام أحمد رحمه الله وكذلك ابن كثير. وجاء أيضا عند ابن ماجه أيضا من حديث ثوبان، قد جاء من حديث ثوبان من حديث علي بن زيد عن أبي قلابة عن ثوبان عليه رضوان الله قال: تأتيكم الرايات السود من قبل المشرق فيها خليفة الله المهدي. وهذا إسناده ضعيف. وأصح ما جاء في ذلك وحديث عبد الله بن عباس الذي يرويه أبو معبد عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. والحديث في ذلك ثابتة، لكنها لا تبلغ حد التواتر، لا تبلغ حد التواتر. ولكن نقول إن المهدي ليس مهديا منتظرا كما عند الرافضة. نحن لا ننتظر أحدا. المهدي إن جاء هدى الله عز وجل به الأمم وأصلح، لأنه يحكم بكتاب الله، وكتاب الله الذي يحكم به بين أيدينا، ونحن مأمورون بذلك. لهذا نقول إن الأمة في ذلك عليها أن تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، خرج المهدي أو لم يخرج، ثم لا نرقب في ذلك أحدا، فإن ذلك يعطي الإنسان نوع من الوهن والضعف. ولهذا نقول إن الحديث في ذلك ثابتة. موضع خروجه غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث ثوبان عليه رضوان الله وإسناده ضعيف.